انا كنت هعمله على البوتاجاز الاول، عشان كده انا سويت اللحمه. لكن بعد كده كملته في الفرن. هقول لكم القصه اللي دلوقتي. دلوقتي انا عندي معلقه سكر كبيره وملح ولبن وميه وبيكنج باودر. وانا حطيت الخميره والسكر وحطيت عليهم ميه مع بعض، وبنسيبها يعني على جنب كده، يعني 5 دقايق 10 دقايق، مش بتفرق يعني، عشان يعني تتفاعل وكده. بعدين حطيت اللبن والميه والملح، واحط بقى الخميره، وابتدي بقى ايه احط الدقيق واحده واحده، واعجن ايه، عشان في دقيق بيبقى بياخد ميه كتير اقل كده، يعني على حسب كل دقيق. فانا بقى ايه ابتديت احط الدقيق واحده واحده، وحطيت رشه البيكنج باودر، ونبتدي بقى ايه نعجن. يعني بنحط الدقيق ونشوف هل هي عايزه تاني ولا لا، وبقى نفضل بقى نعجن بقى ايه حبه كده حلوين. طبعا ايه انا قعدت احط الدقيق بقى كده واعجن ورحت قاعده في الارض بس انا تعبت من الوقفه. وبعد كده كملت. تفضلي بقى ايه تعجني بقى كويس. هنا حطينا ربع كوبايه الزيت. ايوه بقى ايه الشويه اللي كنت انا قاعده فيهم بقى على ما خلصت. عندنا بقى ايه حوالي 5 بصلات صغيرين. هي دي مش صغيره قوي يعني. وده حوالي يعني ازيد من النص كيلو لحمه. بنقعد بقى نقطع البصل صغير. وبعد ما بنخلص البصل، حطيت انا بقى الطاسة على النار، وحطيت معلقتين سمنة فلاحي. وبعدين حطيت اللحمة والبصل. وبعد كده قطعت يعني اصل البصل لازم لما يتقطع يتحط على النار على طول، مينفعش يتساب كده. فانا حطيت البصل واللحمة، وبعدين قطعت الفلفل وايه، وحطيته ايه على النار عشان يستوي ايه معاه، والطماطم. وحطيت بقى ملح وفلفل اسود وبهارات، بهارات لحمة. تحطي اي بهارات تعجبك. وبعد ما بتستوي بحط بقى ايه رشة بقدونس. هنا بقى العجين كان خمر، بعمله بقى كور على قد رغيف العيش اللي هعمله. وهنا بقى بحط انا لو مفرش السيليكون ده اللي انا ببطط عليه العجين. بنحط بقى عليه زيت، يعني نقطة زيت كده. الزيت بيخلي الرغيف يفرد معاكي، يعني ما تحتاجيش تفرديه بحاجة يعني. هو مجرد ما تحط الزيت من تحت العيش ويعني تبططيه كده، بيفرد معاكي على طول بسرعة. مش محتاج يعني ان انت تحطي دقيق او تفرديه بحاجة يعني. بنفرده بقى كده، وبعدين بنحط الحشوة. انا بعمله زي السندوتش كده. ممكن لو انت عايزة تعمليه مدور بتحطي الحشو على الرغيف عادي كله، وتبططي الرغيف تاني وتحطيه عليه. بس دي سهلة يعني، اللي هي بتبقى زي السندوتش كده، بتتعمل سهلة وبسرعة متاخدش وقت. وادي كمان رغيف. كل بقى ما العجينة بتقعد بتبقى في الفرد سهلة، يعني تلاقيها كده عاملة زي الأستك كده بسرعة كده، يعني مبتغلبش يعني في الفرد. وادي كمان رغيف عشان الحبايب، بنبططه ونحط الحشو. وادي كمان واحد تقريبا، انا صورت كله ولا ايه؟ سهل هو يعني، اعمله سهل. بعد بقى ما نخلص بنرصه كده في صينية ونسيبه شوية. كل ما العجينة ما بتقعد بتبقى احسن يعني. هنا بقى انا سويت كام واحد كده على الطاسة،
والحمد لله جوزي جه ولع لي الفرن وعملته في الفرن.